8 ضربات دبلوماسية واقتصادية أربكت الجزائر بعد القرار الأممي 27-97 في حل الصحراء المغربية الغربية. الجزائر بعد القرار 27-97 حكاية نظام يبحث عن مقعد في قطار غادر المحطة منذ أن صدر القرار الأممي 27-97 حول الصحراء المغربية. دخلت الدبلوماسية الجزائرية في حالة تشبه مشاهد الكاميرات الخفية، الكثير من الحكايات والقليل جدا من الفهم. لا إعلام رسمي يرفض القرار صحيح، لكن الارتباك كان أوضح من أن يخفي، وكأن النظام يحاول إقناع العالم بأن الأمور تمام، بينما كل